مجرد زي ما اتحركوا في شمال جنوب افريقيا عشان الدوري الموسم الماضي وصف الكاس في الموسم الماضي. على طول كرة اللاعب مهومي، بتعمل ايه يا شناوي؟ تعمل ايه يا شناوي؟ احمد الشناوي يتردد فياتي العقاب ويسجل شيفا فييرو هدف اللقاء الاول. كرة ركنية من اللاعب مهومي وارتقاء امامنا هنا ويسجل اللاعب شيفا فييرو هدف تقدم لفريق اصبح يملك المبادره ويملك القرار. كرة عدت من احمد الشناوي وكمان وليد الكارتي في الرقابه ما كانتش موجوده، وضربه راسيه عشان تسكن شباك بيراميدز ويكون اول اهداف مارومو جالنتس اللي قلت حضراتكم طمع في المباراه وسجل هدف من ركله ركنيه اتعملت من رقم 17 مهومي وعلى القائم البعيد، وارتقاء امامنا هو من الخطير اللاعب شيفا فييرو اللي بيسجل بالمناسبه هدفه السادس على مدار البطوله، واصبح كده هو الهداف على فكره لانه جاب في الاخضر الليبي هدفين وفي لقائي لبوبو من الكونغو سجل ايضا هدفين، والنهارده بيسجل اول اهداف هذه المباراه. شوف امامنا اهو هرب من الرقابه اللي كان معاه كارتي، لكن الشناوي الحاجات دي ايه يعني بمبدا اللي يفوت لاعبين سنا هو الاكثر حماس. وليد الكارتي تحس مرهقين برضو بيراميدز الحقيقه برضو لاعبين مباريات كتيره الفتره الاخيره. ركله جزاء ركله جزاء اللاعب كومالو والله هتبقى غاليه امامنا هنا. محمد حمدي يلعب كوره عرضيه، لكن احيانا يبقى في نوع من المكافآت الالهيه امامنا هنا ايه يعني بدعاء الوالدين. الكوره دي بدعاء الوالدين. محمد حمدي وكومالو البديل يعمل خطأ كبير ويعمل ركله جزاء في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع. ما هي قصة الدقائق الأخيرة مع بيراميدز أمام الداخلية، وتحركوا ضيعوا فرص كتير قوي نادي مارومو جالنتس الشوط الثاني، وشال أخيرا أحمد الشناوي كرة انفراد من اللاعب مفامبيسو أمامنا هو رمضان صبحي يسجل أمامنا هو رمضان جانا، لكن رمضان خلاص راحت ايام الشهر الكريم، ايام رمضان الجميله الحقيقه، لكن هذه المره رمضان صبحي اهلا برمضان، بيعود رمضان ببيراميدز امامنا هنا في هذه الكره. ركله الجزاء نفذها حلوه قوي ودى واشنطن اروبي وداه جنوب افريقيا امامنا هو نيمه، وامامنا هو كره في الشباك عشان يتعادل رمضان في الدقيقه الاولى من